تتجه أنظار عشاق الكرة السمراء إلى غينيا الاستوائية التي ستستضيف النسخة 30 من بطولة كأس الإفريقية، أكبر عرس كروي، وبعد الجدل الذي أثير حول إقامته من عدمه نتيجة اعتذار المغرب متحججة بوباء إيبولا قبيل شهرين من انطلاق المنافسة. حدث ضرب بمصداقية هيئة حياته التي أبت إلا أن ترد الاعتبار لكرة القدم الإفريقية. اليوم ما هي إلا ساعات قليلة ويعلن عن افتتاح أكبر عرس كروي في غينيا الاستوائية، ثالث منتج للبترول في جنوب الصحراء الإفريقية، أصغر بلدان غرب القارة وأكثرها غموضا، يشارك ويحتضن للمرة الثانية في تاريخه بعد تنظيمه لها قبل 3 سنوات للنسخة 28 مناصفة مع الغابون. مغامرة الكان ستنطلق في مدينة باطا على وقع صافرة البداية للقاء سيجمع البلد المضيف بنظيره الكونغولي العائد إلى المنافسة بعد غياب دام 15 سنة كاملة. مباراة سيسعى أصحاب الأرض والجمهور إلى إحداث المفاجأة والوصول إلى أدوار متقدمة، ليبقى حلم معانقة الأميرة السمراء يراود 16 فريقا في منافسة ستستمر حتى 8 من فبراير المقبل في 4 ملاعب: باطا، مالابو، مونغومو والعاصمة مالابو، أين يتقارب المستوى الفني للمنتخبات ويفتح باب التكهنات قبل لعب المباريات.